بالنسبة يا سيدي وتدريبات الكتاب بالنسبة للطاقة، هيك بكون أنهينا درس الطاقة. عملوا لنا اختر الإجابة الصحيحة. ازدادت سرعة جسم متحرك V لتصبح 3 أمثال ما عليه، يعني V فتحة صارت 3 أمثال V. فبنعوض بالقانون، هاي K تساوي نصف MV تربيع. قديش بتصير الطاقة الحركية؟ طبعا عم تغير هي السرعة، كانت V فتحة بنحطها 3 مربع 3 9 نصف، إذا ستزداد 9 أمثال، تزداد 9 أمثال لأنه مربع 3 9. تمام. تاني، تبلغ الطاقة الحركية 16 جول لجسم كتلته 5 عندما يتحرك بسرعة ثابتة V تساوي. طيب نكتب القانون EK تساوي نصف MV تربيع. الطاقة الحركية عندنا 16 نص ضرب الكتلة 2 V تربيع. طبعا 2 مع النص بتروح، V مربع تساوي 16، بنجذر بتطلع 4 متر ثانية ناقص 1. وحدة قياس الطاقة هي الجول وتكافئ طبعا كيلو جرام متر مربع ثاني ناقص 2. منين اجت هاي؟ طيب عندنا اي بي شو قانونها؟ ام بجي بي اتش، صح؟ الام بالكيلو جرام والجي تسارع الجاذبية متر ثاني ناقص 2 ضرب الاتش الارتفاع متر، فشو صار؟ متر مربع ثاني ناقص 2. واضح؟ من هون بصير كيلو جرام متر مربع متر ضرب متر متر مربع ثاني ناقص 2. طيب تبلغ الطاقة الحركية 64 جول للجسم يتحرك بسرعة قدرها 2 متر ثانية إذا كانت كتلته تساوي. بنعوض نفس القانون 64، بنعوض هو السرعة مربع 4 تقسيم 2 فيها ب2، 64 على 2 إذا 32 كيلو جرام. تمام. طبعا هاي بالنسبة للأسئلة النظرية سهلة جدا، ما فيها إن شاء الله أي تعقيد. طبعا أنا بعثت لكم الأوراق وموجود حل الأسئلة بالأوراق كاملة، لذلك أنا مشان ما نضيع وقت كتير بهذا الأمر رح ننتقل مباشرة. بس هذا شوي فيه صعب، إنه أي الخط البياني يمثل الطاقة الحركية والكاملة والثقلي. طبعا هون الاتش الارتفاع وهون الطاقة اي، هون اتش الارتفاع وهون الطاقة. فبنشوف إنه كل ما زاد الارتفاع نقصت الطاقة. تمام. أو بهذا الشكل، كل ما هاي هي تمثل الطاقة الطاقة الميكانيكية. تمام. هون حتما الطاقة الميكانيكية. تمام. إجباري لأنه ثابت، الشيء الثابت هي الطاقة الميكانيكية، ما بتعود تتغير. الطاقة الميكانيكية ما بتعود تتغير نهائيا. تمام. بيجينا هون الطاقة الكامنة، هون الطاقة الحركية. ليش؟ التناسب طردي مع الارتفاع. طبعا هون مع الارتفاع تزداد هون سي هي الطاقة الكامنة، لأنه كل ما زاد الارتفاع، إذا اعتبرنا هذا الارتفاع، كل ما زاد الارتفاع زادت الطاقة الكامنة. تمام. هون كل ما زاد الارتفاع نقصت السرعة، وبالتالي بده يتوقف لأنه الجسم بالأعلى. كل ما زادت ارتفاع بدها تتناقص السرعة، إذا بدها تتناقص معه الطاقة. إذا ألف هي الطاقة الحركية، الطاقة الحركية إذا رقم ألف. الطاقة الطاقة الميكانيكية هي رقم ب، والطاقة الكامنة الثقلية رقم سي. تمام. هاي بتتأكدوا منها بالنسبة لهذا الأمر. جينا بالنسبة للمسائل دغري. المسألة الأولى، جسم كتلته 8 كيلو جرام ساكن على ارتفاع H1 6 متر عن سطح الأرض باعتبار تسارع الجاذبية الآن. احسب عند هذا الارتفاع كل من طاقته الكامنة والثقلية والحركية والكلية. بعدين يسقط الارتفاع، تغير الارتفاع. طيب نجي نكتب المعطيات. عندي الكتلة والارتفاع الأول والارتفاع الثاني وجي. الطاقة الكامنة قانونها E بتساوي M بجي باتش 1. 8 ضرب 10 ضرب 6 بيطلع 480 جول قيمة الطاقة. تمام. E تساوي نصف ام في تربيع. إذا السرعة صفر، لأنه أنا عم يقول لنا جسم ساكن. عرفتوا ليش السرعة صفر؟ لأنه بالبداية كان ساكن عند الارتفاع السابق الأول كانت السرعة صفر. هلا E تساوي E بي زائد E كي، 480 زائد صفر شو بتطلع؟ يا حضرات هذا الرقم ما بيعود يتغير نهائيا مهما اختلف الارتفاع. مهما اختلف الارتفاع لا تتغير.
عملوا لنا الطلب اللي بعده، يسقط الجسم إلى ارتفاع جديد. طبعا بتتغير الطاقة الكاملة، بتغير الارتفاع، وكمان بتتغير الطاقة الحركية. احسب عند ارتفاع كل من الطاقة الكاملة الثقلية والحركية وسرعته عندنا. برجع بكتب اي بي 2 تساوي ام بجي بي اتش 2، 8 ضرب 10 ضرب 4.75 بتطلع 380 جول. تمام. بنضرب 8 بهذا الرقم، الفاصلة بتسعة، طبعا 10 بتسعة بتصير 47.5 ضرب 8. تمام. يطلع معنا هذا الرقم. هلا اي كي هي نصف ام في تربيع، بس السرعة طالبينه بعدين، فاروح باخذ هذا القانون الثاني. فالطاقة الحركية إما بهذا القانون أو هذا القانون. انتبهوا، الطاقة الحركية إما بهذا القانون أو هذا القانون، إي كي تساوي إي ناقص إي بي. هاي قلت لكم ما تغيرت، ما بتعود تتغير يا حضرات. 480 خلاص ما عادت تتغير نهائيا الطاقة 480 ناقص 380 بتطلع 100 جول الطاقة الحركية. بنعوض بهذا القانون بتطلع معنا السرعة 5 متر ثانية ناقص 1. واضح؟ ونفس الشيء بالنسبة للمسألة اللي بعدها إن شاء الله موجودة عندكم بالأوراق، ما فيها شيء أي صعوبة إن شاء الله تعالى.